مساء الخير، اتمنى يا صديقي تكون بخير لان احنا النهارده معانا فيديو جديد للابتوب جديد. فاعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نتكلم عن اللابتوب ده مع بعض. ولو انت اول مره تتفرج عليا فانا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. اللابتوب اللي معانا النهارده هيكون من شركه ايسر، ولو انت متعرفش ايسر فايسر واحده من رواد صناعه اللابات في العالم كله. والموديل ده هو ايسر نايترو في 15، تحديدا النسخه الاي 7 13620 اتش، رامات 16 جيجا دي دي ار 5 ار تي اكس 3050 6 جيجا جي دي دي ار 6 و512 جيجا اس اس دي ام دوت 2 ان في ام اي. فهي دي شكل الكرتونه بتاعت اللابتوب، مكتوب هنا ايسر نايترو، ودي المواصفات بتاعت اللابتوب. فيلا بينا نفتحه مع بعض. طبعا اول حاجه هنطلعها هي الشاحن، بيجي فيه كابلين باور مش كابل واحد، والشاحن نفسه بتاع اللابتوب. وشاحن اللابتوب ده 135 واط. نطلع اللابتوب نفسه بقى ونقول بسم الله. فخلينا نسيب كل حاجه على جنب ونفتح كده اللابتوب سريع سريع. السلام يا اخي، التكتشرز دي جامده قوي والله. ده شكل اللابتوب كده. وبعد لما عملنا انبوكسنج لللابتوب خلينا اقول لك ان تصميم اللابتوب ده من اروش التصميمات اللي ممكنه. الوان اللابتوب اللي بتيجي كده ميكس ما بين الاسود والازرق والبربل في ظهر اللابتوب بتديله شكل جامد جدا. بس المشكله ان اللابتوب ده بيبصم بسرعه جدا. انا عايز افهمك، ما بين كل شوت وشوت بمسح اللابتوب. دي مش مشكله للبني ادمين، بس بتضايق ان انا في التصوير بتعب، فاهم ازاي؟ واللابتوب زي ما انت ما شايف كده بيجي 15.6 انش، وبيجي فول كيبورد بتنور ال اي دي لونه ابيض، والفيدباك بتاعها كويس، وتاتش باد محترمه، وكمان فيها فينجر برنت سريعه جدا. وبالنسبه للمخارج بتاعه اللابتوب، فاللابتوب ده فيه يو اس بي تايب سي ثاندر بولت 4، واثنين يو اس بي تايب اي، ومدخل للاتش دي ام اي وايثرنت. وعلى يمين اللابتوب هتلاقي يو اس بي تايب اي تاني واي او اكس كومبو. والحمد لله ان هم حاطين يو اس بي واحده على يمين اللابتوب والباقي على شمال اللابتوب، ومكان الشاحن برضو على شمال اللابتوب. وخلي بالك وانت بتوصل الشاحن بتاع اللابتوب ده اتك عليه سيكه لحد لما تسمع صوت التك، بس ما تتغشمش لا تكسر اللابتوب كله خالص، فاهم ازاي؟ واللابتوب ده الاتش دي ام اي بتاعه 2.1، وكمان الواي فاي بتاعه واي فاي 6، وماتيريال اللابتوب كلها تقريبا من البلاستيك. وبالنسبه لنظام التبريد بتاع اللابتوب فهو كويس، بس المراوح صوتها عالي قوي. يعني انت لما تيجي تجيب اللابتوب على البرفورمانس مود، المراوح بتوصل معاك لحد 7900 ار بي ام تقريبا، فحرفيا بتلاقي فيه هليكوبتر شغاله. انت لو لابس سماعه مش هتحس بمشكله في الموضوع ده، بس المشكله اللي هتقابلك لو انت مثلا قاعد في مكان وبتشتغل على بروجكت او حاجه بيسحب من الكارت وبيسحب من البروسيسور، هتلاقي اللابتوب بيعمل وبالمناسبه دي اوعى تنسى تنزل ابلكيشن ايسر نايترو سنس اول لما تسطب الويندوز على اللابتوب، علشان تعرف تفتح البرفورمانس مود براحتك، وكمان تقفله في اي وقت، وتستفاد بكل الفيتشرز اللي بيخدم عليها السوفت وير في اللابتوب ده. خلينا نتكلم شويه عن الحاجات التقنيه اللي في اللابتوب زي البروسيسور وادائه وكارت الشاشه وادائه. بص يا سيدي، بالنسبه للبروسيسور ده فهو الاي 7 13620 اتش. ده بروسيسور 10 كور و16 ثريد، وده بيكون ابديت كويس قوي للاي 5 الجيل ال 13 او حتى الجيل ال 12. وايوه انا عارف ان انا قلت اي 5 مش اي 7 لان ده بيكون اقل حاجه في الاي 7 الجيل ال 13. وبالنسبه للبرفورمانس كور بتاعته الماكس تيربو فريكوانسي بتاعتها بتوصل لحد 4.9 جيجا هرتز. واحنا لما ضغطنا على اللابتوب ده ببرنامج سينا بنش على المالتي كور حققت معانا متوسط 3700 ميجا هرتز، وحقق معانا في المالتي كور 782 بوينت. وفي نفس الوقت ده درجة الحرارة بتاعت البروسيسور كانت تحت اقصى ضغط للمالتي كور بتاع البروسيسور ما بين ال 80 لل 85 درجة، وبرضه بكت ال 100 وراحت نازلة على طول للثمانينات 85 من غير اي ستاند ومن غير اي حاجة. فده رقم كويس لتبريد كويس، لان منطقي جدا الفانات بتاعت اللابتوب ده بتشتغل لحد 8000 ار بي ام. ولو انت مش قادر تتخيل او مش مدرك يعني ايه 8000 ار بي ام، يعني 8000 لفه في الدقيقه، فلو تعلمون ده رقم كبير جدا يعني. وبالنسبه لكارت الشاشه فانا اختبرته في كام لعبه، هو نفس اداء ال 3050 ال 6 جيجا بتاع اللابات. كارت كويس بيشغل لك كل الالعاب اللي انت عايزها على دقه فول اتش دي. وانا لعبت لعبه بالاخص كتير شويه، اللعبه الحصريه
شخصيه ليا الجديده اللي هي مارفل رايفل، واتبسطت جدا الصراحه لان الفريمات على الاعدادات الاكستريم وهاي كانت محققه 70 فريم 65 فريم، وده رقم كويس في لعبه لسه نازله في 2024 تحديدا في اخر 2024، وكمان لسه لحد دلوقتي مش معمول لها اوبتمايز على الكمبيوتر. شغاله كويس قوي على الكونسول بس مش اقوى حاجه على الكمبيوتر، لسه محتاجين شويه ابديت لمارفل يعني. وتجربه عامه ككل اللابتوب كان كويس جدا معايا ومقضي معايا الغرض وزياده، علشان انت لما تعرف سعر اللابتوب ده هتعرف ان هو بجد صفقه ربحانه. واول لما نزلت التعريفات بتاعه اللابتوب اتخضيت من صوت اللابتوب اللي لقيته بجد سيء جدا، صوت واطي قوي، لحد لما اكتشفت اللي انت المفروض بتنزل البرنامج بتاع DTS علشان تاخد البوست بتاع السماعه. فلما نزلت الابليكيشن بتاع DTS اخدت فعلا فرق ملحوظ جدا وكان مرضي، بس انا مش هقدر اقيم الصوت ده لان انا برضو في الاول وفي الاخر انا قاعد لوحدي وانا اللي بسمع، انا لوحدي اللي بسمع ومفيش حد حواليا، فمنطقي جدا ان انا هسمع الصوت كويس. هل بقى لو في زحمه وانت مشغل حاجه هتعرف تسمع بشكل كويس؟ الاجابه هي لا، مش هتعرف تسمع بشكل كويس. فيلا بينا نروح نسمع على طول صوت السماعه. يعني لازم تبقى فخور ان بابا تيسير فهمي وعايز. ايه رايك في الطقم ده بقى؟ ايه رايك يا مدحت؟ انت جايب لي كلنا ممسوكين ادب؟ يا فندم مفيش فرق ما بينهم وبين مدام دينا يعني. انت مجنون يا مدحت؟ مفيش فرق بين دول ومراتي؟ يا فندم مش قصدي يعني، قصدي ستات زيها مش مدام ستات يعني. فهمتك. طيب وعيب برضو من ضمن العيوب بتاعت اللابتوب هي البيلد كواليتي بتاعته شويه. عند الكيبورد كده، الكيبورد بالشاسيه بتاعها هي معموله من البلاستيك بس المفروض بتكون قويه شويه، لكن انا لما جيت اضغط عليها حسيتها فليكسبل زياده عن اللزوم. الكلام ده بقى ينقلنا لايه؟ ينقلنا للشاشه بتاعت اللابتوب. وخليني اقول لك ان اللابتوب ده الوان الشاشه بتاعته حلوه جدا جدا جدا. الشاشه دي كده كده IPS بانل 144 هرتز فول HD 15.6 انش، وكل اللي باين من الشركه المصنعه في دقه الالوان بتاعه الشاشه اللي هي 45% NTSC، مش كاتبين sRGB كام، بس انا اعتقد اللي هو هيكون 60% 65% حاجه زي كده. هو على الورق مش احسن حاجه، بس انا الصراحه كنت مستريح في الشاشه دي وكنت عارف اشتغل بيها كويس عادي مفيش مشكله. والشاشه معموله ميت مش جلاسي، علشان لو انت في الشارع مثلا او بره البيت ميبقاش ضوء الشمس او الضوء اللي عندك قوي جدا لدرجه اللي انت ما تشوفش، او بيقل شويه من الحده دي علشان تستفاد بافضل رؤيه مش اكتر من كده. وكارت الشاشه RTX 3050 ال 6 جيجا اللي في اللابتوب ده الDGB بتاعه 60 واط، وبطاريه اللابتوب 57 واط بير اور، مش هتقعد معاك كتير. واللابتوب بالديزاين العصري بتاعه ده كان ناقصه بس ان هو يبقى فيه بطارية اكبر من كده علشان تعرف تستخدمه بره بشكل اريح. وكده كده كل اللابات الجيمنج مش هينفع تشتغل بيها، مش هينفع تشتغل باللابات الجيمنج غير وانت موصل الشاحن، يا اما هتاخد اقل اداء ممكن. ده مش لابتوب بيزنس، ده لابتوب جيمنج، فانت لازم توصل الشاحن. بس كل النقطه اللي انا بتكلم فيها ان اللابتوب كديزاين وتصميم شكله كول قوي، يعني شكله كول اكتر من ان هو يبقى بس لابتوب جيمنج. فاهم؟ انت ممكن تاخد اللابتوب ده وتقعد فيه في وسط الناس حرفيا والدنيا هتبقى تمام معاك، محدش هيبص لك بصه اللي هو يا اسطى انت نيرد يا اسطى. هو انا نيرد؟ وكاميرا اللابتوب والميكروفون بتاعه انا هسيب لك التجربه بتاعتهم دلوقتي. وبالنسبه للكاميرا وميكروفون اللابتوب فده صوت الميكروفون بتاع اللابتوب وده شكل الكاميرا من غير اي اديت ومن غير اي تعديلات ببرنامج انفيديا بودكاست او حتى بالبرنامج بتاع الكاميرا بتاع الويندوز نفسه. فقول لي رايك، انا لسه ما سمعتش حاجه. وده بقى ينقلنا لاخر حاجه في الحلقه بتاعت النهارده، هي اللابتوب ده بكام؟ اللابتوب ده يا سيدي عامل دلوقتي 38600 جنيه، وانا من وجهة نظري دي صفقة مربوحة جدا. لابتوب بروسيسور i7 من الجيل ال 13 RTX 3050 6 جيجا، الشاشة بتاعته فول HD 144 هرتز، وبيجي ب 16 جيجا DDR5 و512 جيجا SSD M.2 NVMe، وينفع تضيف عليه كمان SSD M.2 NVMe. التبريد بتاعه كويس. العيوب اللي موجودة في اللابتوب من وجهة نظري صوت المراوح
بتاعته العالي، والبيلد كواليتي بتاعته بلاستيكيه شويه، وكده كده السبيكر بتاع اللابتوب. دي مش عيوب تخلي اللابتوب ده انك تقعد تفكر طب انا اشتريه ولا لا. وكده كده لو انت مهتم بالالوان او جرافيك ديزاينر او كده، فشاشه اللابتوب ده مش هتكون كفايه لشغلك خالص. انت بتحتاج وانت بتشتري اللابتوب تشتري شاشه مخصصه للالوان، سواء بقى هي مستعمله او جديده او اي حاجه. يعني انت مثلا في لابتوب يكون عاجبك قوي بس الالوان بتاعته مش احسن حاجه، وانت عارف ان انت معظم وقتك بتقضيه في الاستوديو بتاعك او في بيتك وعامل اصلا بالفعل سيت اب ليك، فانت لو جبت لك شاشه مثلا مستعمله او حاجه تكون 100% اس ار جي بي 60 هرتز بس للالوان، هتتبسط جدا بالاداء بتاعه. ده الكلام ده على اي لابتوب عاجبك بس الوانه مش احسن حاجه ليك. مش لازم خالص لو انت ما بتتنقلش كتير بره او بتحتاج الالوان وانت بره كتير انك تدور على لابتوب اهم حاجه فيه الشاشه وتستغنى عن باقي المواصفات، وكذلك العكس صحيح. رأيي بقى انا الشخصي في اللابتوب ده لمين؟ اللابتوب ده لأي حد مثلا لسه داخل هندسة او حاجة، اي جيمر بيحب يلعب وفي نفس الوقت بيحب يشتغل بره البيت كتير، اي كودر اللابتوب ده هيكون تمام معاه ويمشي الغرض والزيادة جدا جدا جدا. سعر اللابتوب ده بجد ممتاز. اللابتوب ده انا كل فترة كده بفتح بشوف ايه، انا عايز اعمل فيديو اللابتوب، فبفتح بشوف ايه الاختيارات اللي موجوده. اللابتوب ده بجد شدني قوي. بس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتقول لي في الكومنتات جزره. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.